السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض ترند رمضان. طبعا كل رمضان لازم يكون فيه ترندات كده، لازم نجربها. والترند السنة دي ترند المكشوفة او المكسوفة زي ما بيقولوا عليها. وطبعا بتتباع بره بأسعار خيالية، غالية جدا. هنعملها هنا النهاردة بأقل التكاليف وبأبسط حاجة موجودة في البيت. يلا نصلي بينا على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض. أول حاجة بدأت بيها كده كوبايتين من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من السكر كده، ومعلقتين ونص من النشا اهو. هندوب كل الكلام ده كله كده مع بعضه لحد لما يدوب تماما كل النشا والسكر اللي احنا حطيناه. لو حابة تزودي سكر اكتر براحتك اهو كده. وما ننساش كيس فانيليا كده بيديها طعم وريحة حلوة قوي. حطيتها كده على النار، وبعد ما حطيتها على النار وصلت معايا للقوام ده، وهبتدي ان انا انزل بيها بالكريمه بتاعتنا كده في الطبق اهو. نحاول كده بس ننزل الكميه كلها كده في الطبق، وهنسيبها لحد لما تبرد تماما. وهحب افكركم لو بشوف قناتي لاول مره المطبخ مروه عبد العظيم، اتمنى تنوروني، تعملوا اشتراك في القناه ولايك علشان توصلكم كل وصفات. هجيب كده كيس مطبخ واي كيس استرتش موجود عندك او اي حاجة، وبعدين هبتدي ان انا اغطي بيها كده الكريمة بتاعتنا دي علشان وشها ما يشققش معايا. هجيب بولة كده نظيفة وهنزل بكوباية من المية المتلجة يكون فيها قطع من التلج، وهنزل كده بباكو من الكريم شانتيه. دي الكريمة التانية اللي احنا هنعملها. هنقلب كده بالراحة علشان الكريمة ما تطرش مننا، وبعدين هبتدي ان انا اضرب كده بالمضرب الكهربائي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه بالشكل ده هو كده. وهنسيب برضو الكريمة اللي احنا عملناها دي برضو على جنب كده او في التلاجة. وهجيب الكنافة اللي هي الكنافة الشعر دي، وهبتدي ان انا افركها كده على ايدي اهو كده، او ممكن تفركيها في الكبة زي ما انت حابة، بس لما تكون ناشفة معاكي فما بتاخدش وقت كتير، بتكون متفرزة في الفريزر، ممكن تفركيها على ايدك بكل سهولة كده اهو. خلاص هي كده نعمت معايا خلاص اهي، وفركتها كويس جدا لحد ما بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. خليتها كده ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين كده. ولو حابة دلوقتي ان انت تحطيها في الفرن علشان تتحمر، انا هحمرها دلوقتي. لو حابة ان انت تحطيها في صينية تحطيها على الفرن عشان تتحمر براحتك، بس انا استسهلت كده ان انا اعملها على البوتاجاز كده على النار. احطها كده في طاسة كبيرة عندي، وهفضل اقلب فيها على النار لحد لما تاخد اللون اللي انا عاوزاه بالظبط اهو. حطينا معلقة كبيرة من السمنة، وحطينا كمية الكنافة كلها حوالي نص كيلو من الكنافة اهو. خلاص كده خلاص قربت ان هي تاخد اللون اللي انا عاوزاه اهو كده، على نار هادية طبعا علشان ما تتحرقش منك اهو. وهنفضل نقلب فيها كده بالراحة على نار هادية. لو حطيتيها على نار عالية تتحروق منك اهو. خلاص كده خدت اللون والشكل كده اللي انا عاوزاه. هبتدي ان انا انزل عليها بالسيرب كده او الشربات. انا نزلت كده بكم معلقة من السيرب او الشربات على حسب ما انت عاوزة، يعني حوالي ربع كوباية كويس خالص عليها. وهنجيب الكريمة اللي احنا عملناها اهو، هنضيفهم كده على بعض، الكريم شانتيه والكريمة اللي احنا عملناها بالنشا دي
اهو هنضيفهم مع بعض كده. طبعا انا سبت الكريمة اللي احنا عملناها بالنشا لحد لما بردت تماما خالص، وبعدين هننزل كده على الكريم شانتيه على طول كده، وهبتدي ان انا اضرب كل الكلام ده مع بعضه كده بالمضرب الكهربائي كده لحد لما كله كده يتخلط مع بعضه اهو. وطبعا هضرب كده بالمضرب الكهربائي كده لحد لما اعرف ان كل الكريمة بقت حاجة واحدة كده وكله كده تجانس مع بعضه. هبتدي دلوقتي ان انا اضيف عليهم قطع من الفراولة او زي ما انت حابة، طبعا احنا في موسم الفراولة، او زي ما انت حابة مثلا ممكن قطع من المانجا، بس احنا في موسم الفراولة بتبقى طعمها حلو قوي مع الكريمة كده اهو. زي طبعا ما انت حابة زودي براحتك، عاوزة تزودي فراولة اكتر من كده براحتك، او حابة ان انت تضيفي لها مانجا براحتك. بس المكشوفة او المكسوفة بيعملوها في المحلات بالطريقة دي كده بالفراولة. هبتدي برضو كده ان انا اجيب كيس مطبخ كده واحطه كده في الطبق اهو كده، وهبتدي انزل كده بالكنافة اللي احنا حمرناها دي مع بعض كده اهو كده، وتحطي بشوية وتضغطي بايدك كده كويس جدا اهو، تضغطي كويس كده في قلب الطبق كده اهو، نجيب بشوية كده وتضغطي كويس جدا عليها اهو. اول حاجة كده هنحط طبقة في قعر الطبق، وبعدين هبتدي ان انا ارفع حواف كده للطبق، يعني انا مش هاملة الطبق كله، انا برفع حواف كده حوالين داير على الطبق علشان تطلع مجوفة كده، واعرف ان انا احط جواها الكريمة اهو كده. ثبت كده كويس الكنافة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا دلوقتي عملتها على شكل الطبق، يعني مجوفة بالظبط زي الطبق، عامله لها حواف كده، وهنزل بالكريمة والفراولة اللي احنا عملناها دي مع بعض كده، هنزل بيها جوه الطبق، او ممكن لو حابة تعمليها في صينية اكبر عندك براحتك اهو كده. نزلنا بالكمية الكريمة اهو، خلينا شوية من الكريمة كده علشان نزين بيها المكشوفة في الاخر اهو، وبعدين خليت برضو شوية من الكنافة كده علشان نحط الطبق الاخيرة اللي هنقفل بيها على المكشوفة بتاعتنا اهو. اغطي كده كل الكريمة اللي احنا عملناها اهو، غطيتها كده بالكنافة كويس، وبعدين ضغطت عليها ضغطة خفيفة خالص كده، حطيتها في التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة زي ما تحبي، وبعدين جبت طبق كده وقلبت فيها الطبق التاني كده اللي احنا عاملين فيه اهو كده. وطبعا الكيس اللي احنا حاطينه في قلب الطبق حاطينه علشان كده، علشان لما اجي اقلبها بكل سهولة تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب شوية من الكريمة وهزين بيها بالطريقة دي كده، جبت كام حبة فراولة كده وزينت بيهم كده بالشكل ده اهو. هبتدي كده ان انا اقطعها من جوه كده واشوف هتكون عاملة ازاي، وطعمها زي ما بيقولوا كده تستاهل ان هي تكون بالسعر اللي بيكون بره كده ولا لا. عملناها كده بأقل التكاليف، واقل حاجة نص كيلو من الكنافة وباكو من الكريم شانتيه و3 معالق من النشا وكوبايتين من اللبن، يعني مفيش اسهل من كده. بيتهيألي كل ده موجود في اي بيت كده اهو. شايفين طعمها خرافة، بعد ما بتدخل التلاجة بيكون طعمها جامد جدا.
لو بتشوفوا قناتي لأول مرة اعملوا لي اشتراك في القناة ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.